ازيكم عاملين ايه؟ انا فاطمه عادل، اخصائيه تربيه خاصه واضطرابات نطق وكلام. هنتكلم النهارده على البوتي تريننج او تدريب استخدام الحمام. تمام. في كذا بس حاجه انا قلتها، تعليمات أو قلناها لازم نمشي عليها. في الاول يا ريت اللي ما شافهاش او ما شافش البوست، هحط لينك البوست في على الفيديو دوت، فيا ريت نروح نشوفها وهقولها سريعا دلوقتي، بس لازم تشوفوا الشرح بتاعها. اول حاجه لازم الطفل يبقى بيقدر يعبر عن احتياجاته الاساسيه من الاكل والشرب، بيحس ان هو محتاج يشرب او محتاج ياكل، فبيقدر يعبر، لانه كده هو بيحس باحتياجاته ويقدر يعبر عنها. فلما يحس ان هو محتاج للحمام يقدر ان هو يعبر عنه. انما لو هو اصلا الطفل مش بيبقى مدرك احتياجاته الاساسيه زي الاكل والشرب، فبالتالي هو مش هيبقى مدرك احتياجه الحمام، او ان هو محتاج يدخل الحمام او يحس بدوت، فبالتالي مش هيقدر يعبر عنه. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم الطفل ما يبقاش عنده مشاكل سلوكيه او عنده عند، او احنا ما بيننا مشاكل او العلاقه ما بيننا متوتره، لان هو هيستخدم حته ان انت عايزه تعلميه الحمام في ان هو يعند معاكي او ان هو يضايقك، لان انتوا يعني احنا مش متفاهمين مع بعض، فبالتالي انا هستخدم اي حاجه بانها ضايقك، فبالتالي ده هيأثر سلبيا على التدريب. تالت حاجه ان انا ما بقاش نفسيا مضغوطه في الفتره دي، او ان انا ابقى عندي مشاكل، سواء بقى مشاكل اسريه او في العمل او اي حاجه. لازم ابقى رايقه وفايقه في الوقت دوت، لان هو هيحصل حاجات في الفتره دي تعصبني، فبالتالي انا لو عصبيه او اعصابي متوتره او قلقانه مش هقدر ان انا ادرب الطفل بشكل سليم، وده هيأثر وهيخليني ما اقدرش اتحكم في مشاعري، وممكن ان انا اتعصب على الطفل او ازعق او يعني اخد رد فعل اندم عليه بعد كده، ويزود معايا فتره التدريب ويأثر على الطفل وعلى التدريب بشكل سلبي. المفروض برضو ان انا الطفل يبقى بيقدر على الاقل يعبر باشارات وايماءات، او انا ببقى فاهمه الطفل وفاهمه حركاته، او ان انا اقدر اربط عمليه الاخراج او ان هو عايز يدخل الحمام باشاره، او اقدر ان انا اعلمها له. تمام. في برضو كذا حاجة لازم نطلع عليهم، فشوفوا البوست قبل ما تبدأوا تدريب. تمام. دي اول حاجة كنت يعني محتاجين ان احنا نقولها. تاني حاجة بقى، ازاي ادرب الطفل على الحمام. هو في طريقتين، وانا في الفيديو ده بتكلم عن الاطفال النورمال، الاطفال ان احنا محتاجين نعلمهم، الاطفال اللي ما عندهمش اي مشاكل في الكلام وما عندهمش اي مشاكل في النمو او كده، بس انا محتاج ان انا اعلمه الحمام من غير ما اثر عليه سلبيا او اثر على نفسية الطفل، او ان هو يطول معايا فترة التدريب. فانا هعمل ايه؟ اول حاجة ان انا عندي طريقتين. اول طريقة، ودي اسهل طريقة واسلم طريقة، ان انا بلاحظ الطفل بيعمل قبل اصلا ما بقول له ان احنا خلاص مش هنلبس بامبرز تاني، او ان انت لازم تعمل، ان انت كبرته لازم تعمل حمام في الحمام. قبل كل ده، قبل ما احاول ان انا اخبر الولد اصلا او اقول له، انا بشوف ايه؟ براقب الطفل، براقب، بمسك نوتة كده صغيرة واكتب فيها الطفل مواعيد اللي هو بيعمل فيها، او اللي انا بغير فيها البامبرز بيبقى امتى. تمام. فانا مثلا الطفل بيعمل من الساعة 9 ل10 الصبح. تمام. او بغير له البامبرز في الوقت دوت، فانا ممكن الطفل بيبقى بيعمل في الوقت ده. مثلا الطفل بيعمل بعد ما بياكل على طول بيعمل بروز او بيعمل ستول، فانا بحاول ان انا ابقى محدده ان هو من 3 ل 4 مثلا هو بياكل وبعد كده بيعمل على طول. تمام. وبحتاج ان انا اغير له البامبرز. بيعمل من الساعه 7 للساعه 9. تمام. فانا كده حددت الفترات اللي الطفل بيعمل فيها، بيعمل مرتين ستول، بيعمل مره واحده. ببقى عارف، ببدأ أكون معلومات على الحاجة اللي أنا هتعامل معاها. تمام. ده هيسهل لي في إيه؟ هيسهل لي إن أنا لما هاجي أدرب الطفل هبقى عارفة مواعيده، فهدخله في الفترة دي، يعني قبل ما قبل ميعاده بربع أو نص ساعة، وهأخر
او هزود بعد ميعاده بربع ونص ساعة. تمام. اللي هيساعدني برضو ان انا احددها صح بالظبط، ان انا الطفل يبقى نايم كويس ونايم ساعات، يعني نايم ساعات طويلة من 7 ل9 ساعات الطفل، ول10 ساعات كمان. تاني حاجة ان انا ابقى مركزة في اكله ومواعيد اكله، ان انا ابقى يعني عندنا وجبة الفطار بتاعتنا من 9 ل10. تمام. هو الطفل بياخدها من 9 ل10 في الوقت ده. تمام. وجبة الغداء مثلا من 3 ل4. وجبة العشاء بتبقى الساعة 8. تمام. فأنا لو نظمت مواعيد أكل الطفل ومواعيد الوجبات اللي أنا بديها له ومواعيد السناكس بتاعته، هبدأ ان مواعيد الحمام تنتظم معايا واقدر احددها بدقة. تمام. فانا لما اعمل احدد المواعيد بتاعه الحمام الطفل، واعرف ان مواعيده هو بيدخل من فترة مثلا 9 ل 11 هو بيعمل، او من 9 ل 10. فانا اول ما الطفل خلاص احنا ظبطناها في 3-4 ايام، او عرفت ان انا اخد معلومات انا واثقة ان هي دي من 3 ل5 ايام، ببدأ بعديها اأهل الطفل، وان احنا خلاص كبرنا وان احنا هنعمل حمام. فببدأ ان انا اخليه يعني يربط او يدرك ان لما حد كبير، ماما بابا، بيدخل الحمام، هو بيدخل يعمل حمام في التويليت، مش بيدخل. احنا الكبار مش بيلبسوا بامبرز. تمام. فيبدا ان هو الطفل يفهم حاجه زي دي، وتبداي تقولي له ماما داخله تعمل حمام في التويليت عشان ماما كبيره. تمام. فيبدا ان هو انا باهله يفهم يعني ايه كبير، ويعني ايه ان احنا نعمل في التويليت، فما يبقاش عنده رهبه. دي اول حاجه. تاني حاجه، ببدا ان انا اجيب نموذج زي عروسه، دبدوب، اي حاجه انا مش عايزاها، وابدا ان انا اجيب علبه شامبو او حاجه اقدر اضغط عليها، وابدا ان انا احشي العروسه دي احشي العروسه او الدبدوب، وابدا ان انا املى الازازه ميه، وابدا ان انا اجيب البوتي بتاعته واقول له تعالى هنلعب مع العروسه ونخليها تعمل حمام في البوتي. تمام. وابدا ان انا اضغط على العروسه، وابدا ان انا اقول لها شوف العروسه كبيره، فبتبدا تعمل مش عارف في الحمام في البوتي بتاعتها، برافو، هندي العروسه شيبس، او ندي العروسه حاجه هي بتحبها. وابدا ان انا اسقف للعروسه، وابدا احكي لبابا، ونتعامل ان هي العروسه عملت حمام في البوتي. تمام. فالدنيا تبدا ان هو الطفل يدرك ان انا عايز اقلد النموذج ده، او ان انا عندي قابليه ان انا اعمل كده. تمام. ده انا باهل الطفل نفسيا، مش بدخله يلا احنا دلوقتي هنعمل حمام في البوتي. تمام. بعد كده ببدا ان انا خلاص انا حددت، اهلت الطفل نفسيا، ربطت معنى المواضيع ببعضها عند الطفل، وحسيت ان الطفل بيضحك وفاهم معايا. ببدا ان انا بقى خلاص انا عندي الطفل بيعمل من الساعه 9 للساعه 10. فانا هبدا ان انا في الوقت دوت احاول ان احنا نقعد 10 دقايق ونقوم دقيقة ونرجع تاني، واحاول ان انا يبقى معايا اغنية الطفل بيحبها، او مثلا بنتفرج على حاجة الطفل بيحبها على الموبايل، او نلعب بلعبة هو بيحبها واحنا قاعدين على التويلت، وابقى انا نفسي يعني ايه يعني مبسوطة، او اللي هو انا مش متضايق او مضغوط نفسيا، وفاضي للطفل في الوقت دوت. فعشان الدنيا ما تبقاش صعبة على الطفل، او الطفل متوتر وماما عصبية، فانا يعني مش فاهم. زائد انه في الاول في اطفال بيبقى عندها نفسيا ما بتبقاش متقبلة ان هي تعمل في التويلت او تعمل في البوتي، فبيبقى حركة الامعاء نفسها اصلا عند الطفل مش مظبوطة. ممكن اول ما خرج الطفل اصلا يعمل على نفسه في الحمام. تمام. اللي هو اول ما يعني يقف من على البوتي كده على الارض يعمل، دي بتبقى يعني لا اراديا نفسيا، بتبقى نفسيا عند الطفل انا مش متقبل ان انا اعمل، او ان انا اول ما البسه البامبرز الاقيه عمل. ده بيبقى نفسيا هو العقل مش رابط او مش مخلي الطفل مرتاح نفسيا، فبالتالي محتاج ان احنا ندربه ونصبر عليه شوية. تمام. فببدأ ان انا الاول ان انا نقعد يعني من فترة اللي هو 9 ل10 دي بس، يعني بقعدوا 10 دقايق ونقوم دقيقتين، نروح نجيب حاجة ناكلها من المطبخ هو بيحبها،
وارجع تاني. تمام، لان انا عارفه ان هو الطفل هيعمل في الوقت ده. تمام، فانا ببدا ان انا اتعامل على الاساس ده. وبعد كده بيبدا ان انا خلاص الطفل عمل او كده، ببدا ان انا اطلع الطفل بره، وخلاص انا اتاكدت ان هو عمل، مش هيعمل تاني في الوقت دوت. وببدا ان انا يا اما لو قاعدين في البيت وشايلين كل حاجه، ما ببقاش ملبساه بامبرز خالص. لو انا خايفه على الفرش او كده، او انا حاسه ان هو ممكن يعمل تاني، ببدأ ان انا البسه بامبرز، لان انا برضو مش عايزة الطفل يبقى اللي هو خايف، وان في حاجة انا قاعد مش مرتاح، فانا ممكن اعمل وانا قاعد عشان انا مش مرتاح. تمام، ده لو انا بتكلم على الاطفال اللي انا قدرت قبلها ب3 أو 5 ايام احدد الطفل بيعمل امتى. تمام، بعد كده ببدأ ان هو انا عارفة ان هو هيعمل ستول او هيعمل بروز من فترة بعد ما بياكل على طول، او من بعد ما بيتغدى، او من بعد ما بقدم له الوجبة. فانا ببدأ ان هو من فترة 3 ل4 هو بيعمل، او بعد ما بيخلص بيعمل. تمام، فانا بلحق ان هو اكله، وابدا ان انا اعمل ايه، ان انا اخليه يقعد على البوتي، ونقعد نغني ونقعد نلعب في الفترة دي. فالولد بعد ما بياكل على طول بيعمل، فهو هيبدأ ان هو يعمل، او ان هو يبقى مرتاح، والدنيا تبدأ تظبط معانا. تمام، بعد انا حاسه ان هو الولد بيعمل بول بعد ما بيشرب، او بعد ما بيشرب عصير، او بعد ما بياكل حاجه فيها سوائل كتير، فببدا ان انا على طول ادخله بعديها على طول. تحديد الوقت بيسهل معايا الموضوع، ما بيخليش الولد يقعد في الحمام كل شويه، او ان انا ادخله كل نص ساعه. فده بيسهل عليا وبيسهل على الولد ان احنا نتدرب، وان احنا نعمل ونربط بين البوتي او التويلت بالحمام في وقت قصير، من غير ما انا اتضايق او اتعصب او نبهدل الدنيا، ومن غير ما الولد يبقى يعني ايه اللي هو انا مش فاهم، مش عارف، وكل شويه تدخلني، وكل شويه اروح اقعد على التويلت، وانا مش عايزه اروح اقعد، وانا مش عايزه اتعب او كده. تمام، فدي بتبقى اسلم طريقه. طبعا في الاول احنا بنظم اللي هو الفترة الصباحية، وفترة النوم دي بلبس الطفل بامبرز عادي. تمام، طيب تاني مرحلة او تاني طريقة بعمل ايه،